ليها كل الشكر والتقدير، كالعادة حسمت الأمور وأصدرت بيان وضحت فيه الحقيقة. والحقيقة هي إن التعدي والهجوم اللي داخل الأسانسير على البنات كان من والدهم، أبوهم، مش من حد غريب. أبوهم اللي استعان بشخص آخر علشان يقدر يخدر البنات وياخدهم بالعافية، رغم إن البنات لسه في حضانة الأم، ولكن هو ما فرقش معاه القانون، وبالفعل قدر يخدر بنت فيهم وخدها بالقوة وسافر بيها خارج مصر في الحال. الوضع اللي تسبب في انهيار الأم وغضب الشارع المصري. خلونا نعرف تفاصيل الحكاية إيه وإيه اللي وصل الموضوع للشكل ده. معايا ومعاكم والدة البنتين مدام هبة حسن عطية صاحبة المشكلة. أهلا بيكي ونورتيني، وإن شاء الله ترجع لك بالسلامة. أهلا بيكي يا أمير. يعني أنا حاولت أشرح وحاولت أوضح إن الإشاعات اللي على السوشيال ميديا ملهاش أساس من الصحة. فهميني إزاي أبوهم يوصل بيه الجبروت إنه يعمل في بناته كده؟ يعني ده ما يحصلش من أب أبدا، وعلاقته بيهم إيه؟ والله أنا ما كنتش متخيلة إن أنا أبقى موجودة معاكي النهاردة بحكي واقعة زي دي الحقيقة. أنا طبعا بشكرك إنك لبيتي دعوتي وجيتي لي، وأنا عارفة إنك ما قد بتطلعيش إيه هو خالص. كان صعب عليا فعلا إن أنا أجي النهاردة أحكي الواقعة دي، بس هي كانت أكبر من أي حاجة. يعني إن أنا ما ينفعش إن أنا كنت أسكت على حاجة زي كده وأنا طبعاً. شايفة ولادي بيتأذوا. طبعا. هو أبوهم للأسف. إحنا مطلقين من 2016. تمام. الأب يعني كان في وقت طويل جدا في الانفصال قبل الطلاق. البنات كانت عايشة معايا، ما كانش حد يعرف عنهم أي حاجة خالص. شغالة إيه يا مدام هبة؟ أنا بشتغل HR تمام. خلاص انتي اتطلقتي وعشتي لبناتك. بالظبط. أنا هم كل همي وكل حياتي، وشايفة إن هم الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لي، وبحاول أبذل قصارى جهدي إن هم يعني يكونوا في أحسن حال يعني عشان تحافظي عليهم. بالظبط. منذ بقى الطلاق لحد الجريمة، علاقتهم بوالدهم ايه؟ كان في عنف كبير جدا. احنا دي مش اول مره يحصل ده، يعني مش اول مره يخطف البنات بالشكل ده؟ لكن مش يعني ما كناش وصلنا للليفل الاجرامي ده، او ليفل يعني اللي هو انا اصلا مش قادره لحد دلوقتي استوعب ان هم حصلوا ده وعاشوا في دقائق الرعب